وعلينا أن نتفقه في الدين في كتاب الله في الأحاديث النبوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنا أعيش في مجتمع لا يطبق الشرع الإسلامي في جميع النواحي ولا أستطيع جعلهم يطبقونه، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟ إذا أمكن من يعيش في بلاد لا تطبق الشريعة، إذا أمكنه أن يهاجر إلى بلاد تطبق الشريعة وجب عليه الهجرة إذا استطاع ذلك. نعم. فإن لم يستطع فلا حرج عليه في الإقامة، ويتقي الله ما استطاع ويرشد إلى الخير وينصح العباد ويدعو إلى تحكيم الشريعة حسب طاقته، وهو مأجور في هذه الحالة. وإذا كان هناك قدرة على إلزام بحق ومنع باطل لكونه رئيسا أو شيخ قبيلة أو أمير قرية فلا يستطيع في هذه الأشياء. إذا علم الله في الصدق أعانه، فهو يفعل ما يستطيع من تحكيم الشريعة حسب طاقته. كون شيخ قبيلة يحكم الشريعة فيهم إذا كان يعلم أن معلومات، إذا كون أمير قرية يستطيع يحكم فيهم الشريعة فيما يتنازعون فيه عنده وما أشبه ذلك. المقصود أنه يجتهد ويتقي الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويدعو الله لولاة الأمور بالهداية وأن الله يهديهم ويوفقهم أو يأتي بغيرهم من يحكم الشريعة هكذا. أما إن قدر أنه يهاجر وينتقل إلى بلاد يحكم الشريعة هذا واجب عليه، إلا إذا كان عالما له معلومات وبصيرة وهدى ويرى أن إقامته في هذه البلد فيها دعوة إلى الله، فيها توجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إلى توحيد الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا له أجر في ذلك من أجل الدعوة.